كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. ده مثل شائع جدا جدا جدا، وكل الناس عارفاه. لكن الحقيقة الشرع قال لك تخطب لبنتك وبرضه تخطب لابنك. والله طول ما احنا بنجوز أولادنا باعتبار الكفاءة المادية، باعتبار الكفاءة المادية، يعني الاستعداد المادي، مش باعتبار الكفاءة العلمية والعقلية والبدنية والدينية، وكفاءة استطاعة فتح بيت وإدارة أسرة. وطول ما فترة الخطوبة عندنا بتنتهي باعتبار إن احنا خلاص فرغنا من تجهيزات الشقة والعفش وفرشنا الشقة، فيلا بقى بينا مستنيين خير البر عاجله، مش باعتبار ان الطرفين دول فعلا ينفعوا لبعض او متكافئين لبعض او يصلحوا فعلا ويقدروا مع بعض يواجهوا تحديات إقامة أسرة وفتح بيت وتربية أولاد. صدقوني طول ما احنا بنجوز بناتنا وأولادنا بالاعتبارات اللي أنا اتكلمت عنها دي، طول ما هيفضل الطلاق فينا مكمل. وده بسبب بسبب ان احنا بنلبس في واقع ان دول طرفين غير مؤهلين ابتداء للزواج، او على الاقل احدهم غير كفء للتاني، او انهم الاتنين ما ينفعوش لبعض اساسا. يا اخوانا والله صدقوني، طول ما المعيار بتاعنا في الزواج مادي فقط، طول ما المشروع ده مشروع الزواج بتاعنا هيبقى مشروع فاشل، وهيفضل الطلاق فينا مستمر ومتفشي. والواقع يثبت الكلام اللي انا بقوله. حالات الطلاق قد ايه دلوقتي؟ روحوا كده لمحكمة الأسرة وشوفوا الحالات قد ايه اللي وصلت لمحكمة الأسرة. ليه؟ لأن في اختيار الزواج ابتداء ما دورناش على الكفء، ما دورناش على الكفء، الكفاءة، سواء للطرف ده أو للطرف ده، سواء للزوج أو للزوجة. يعني ما تبقاش هي دكتورة وتزوجها من ميكانيكي، مفيش توافق خالص في الكفاءة العلمية والعقلية، واخد بالك؟ ما يبقاش هو راجل مؤهل عالي وتزوجه من إنسانة لم تحصل على قدر من التعليم الابتدائي مثلا. انت كده مفيش كفاءة. ده النبي صلى الله عليه وسلم والشرع قال لك دور على الكفاءة العقلية والعلمية والبدنية والدينية. لأن يا جماعة وبكل صراحة البيوت لا تنجح ولا تستقر ولا تستمر إلا بكفاءة طرفيها، الزوج والزوجة، وليست بالكفاءة المالية فقط، إلا بكفاءة طرفيها، أن يكونوا كفء البعض، وليست بالكفاءة المالية فقط. وعشان كده سيدك النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال للسيدة عائشة: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليه. احفظ الحديث ده. عشان كده بقول لك الكفاءة اللي أنا بتكلم عنها مش من عند أنا، مش من بنات أفكاري، ده الشرع اللي قال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وصى السيدة عائشة وقال لها قال لها: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء، الكفء يعني الأكفاء، وأنكحوا إليه. تخيروا لنطفكم دي وصية بأبو البنت، إن هو يختار للبنت أفضل وأحسن المتقدمين إليها، يختار لبنته أفضل وأحسن وأكفأ المتقدمين لخطبتها يختاروا لبنته. ده معنى تخيروا لنطفكم. وأنكحوا الأكفاء يعني دور على الكفء ليها، اللي يوازنها في الكفاءة العلمية، اللي يوازنها في الكفاءة العقلية، اللي يوازنها في الكفاءة البدنية، اللي يوافقها في الكفاءة الدينية. ما تبقاش البنت متدينة وملتزمة وتروح تجوزها لبتاع مخدرات. حرام عليك، اتق الله عز وجل. عشان بتاع المخدرات معاه يعني، عشان هيقدر يجيب لها في الشقة كذا وكذا وكذا من متاع الدنيا. بنت ملتزمة، بنت منتقبة، بنت عندها دين، تجوزها لصايع؟
الله في بنتك. تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم يعني اختار يا ابو البنت، اختار لبنتك الكفء ليها من النواحي اللي انا كلمتك عنها دي. وانكحوا الاكفاء يعني شوف الكفء ليها فين، فين اللي يكافئها في المميزات اللي عندها وادهولها او اديها له. وانكحوا لهم وانكحوا اليهم يعني ديت خاصه بين بالولد. اختار برضو للولد اللي يناسبه من البنات، اللي هي كفء ليه، كفء ليه وتساويه وتوازيه من ناحية الكفاءة العقلية، من ناحية الكفاءة العلمية، من ناحية الكفاءة البدنية، من ناحية الكفاءة الدينية. كفء ليه، كفء. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لك كده، مش انا اللي بقول. يبقى دينك بيأمرك اللي انت تختار لبنتك وتختار لابنك، مش فقط زي ما احنا بنقول في المثل اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. لا، اخطب لبنتك واخطب برضه لابنك، وان كان اختيارك للبنت بيكون ادق واحرى لانك مسؤول عنها. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. مش كده ولا ايه؟ لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.